مع اقتراب المواجهة التاريخية اللي غتجمع ما بين المغرب وفرنسا، بدات كتروج في بعض منصات التواصل الاجتماعي شي هضرة غريبة بزاف. شي كيحاول يقنع الناس باللي راه كاينه شي طبخة سياسية ورا هاد الماتش هذا، وان المغرب ممكن يتنازل للربح مقابل مصالح دبلوماسية في ملف الصحراء مثلا المغربية. اليوم غادي نفكوا هاد المغالطات بالدلائل والواقع اللي كيعيشوه المغاربة في هاد الوقت هذا، وغادي نشوفوا علاش هاد الشائعات بعيدة كل البعد على الحقيقة. تبع معايا الفيديو حتى الاخر باش تفهم اللعبة كاملة كيفاش دايره. ما تنساش دير معاك واحد المتابعه ولايك لهذا الفيديو. شكرا 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 لكم، والله الا كنحبكم يا اسود. للاشاره انت اللي كتفرج فيا راك اسد اطلس، ماشي غير لعابه ديال المنتخب، المغاربه كلهم اسود الاطلس. اول حاجه خصنا نكونوا واقعيين فيها هي ان المغرب حسم معركه الصحراء ديالو بالسياده وبالعمل القوي على الارض وفي المحافل الدوليه. الموقف ديال فرنسا او غيرها من الدول الكبرى بحال امريكا ولا اسبانيا ولا المانيا ولا غيرها، هاد المواقف كلها اللي كتعترف بمغربيه الصحراء راه جا كتحصيل حاصل واعتراف بالواقع والمصداقيه ديال الملف المغربي. طبعا نتيجه ديال مصالح استراتيجيه مشتركه ما بين المغرب وما بين هاد الدول، ونتيجه ديال احترام متبادل ما بين المغرب وهاد الدول بما فيهم فرنسا وامريكا. يعني هاد الشيء راه ماشي صفقه عابره كتوجد في كواليس ديال الماتش ديال الكره. المغرب اليوم بالرؤيه ديالو راه ولا واضح مع العالم كامل، والرؤيه ديال المغرب في ملف الصحراء المغربيه كيلخصها او كتلخصها القوله الشهيره ديال الملك ديالنا الله ينصرو، اللي قال باللي راه الصحراء هي النظاره اللي كيشوف بها المغرب العالم كامل. دونك حنا ما محتاجينش نقدموا تنازلات رياضيه في 90 دقيقه على قبل واحد الحق ديالنا اللي محسوم ومنتهي اصلا. من جانب اخر الاخوان كاين اللي كيقول لك فرنسا غتضغط على المغرب من الجانب الاقتصادي لربحها، وهذا الشيء راه تخربيق وتفاهات وما خاصش الناس يتيقوه، ونعطيكم الدليل ايضا علاش. الا هضرنا بلغه الاقتصاد والسياسه الرسميه، فرنسا ما بقاتش اصلا قادره تضغط على المغرب لا بملف الصحراء المغربيه لا بالملف الاقتصادي. علاش؟ حيث المملكه المغربيه نوعات الشركاء ديالها بشكل ذكي بزاف. الاخوان الاقتصاد المغربي في 2026 وهادشي تقدر تبحث عليه انت في جوجل وتاكد ببحث بسيط. الاقتصاد المغربي في 2026 منفتح على العالم كامل من الشرق للغرب بواحد السياده مغربيه تامه، وهذا الشيء راه الاجانب كيعترفوا به اكثر منا حنا اللي مغاربه، حيت حنا ما عارفينش هذا الشيء دابا. اذا الفكره ديال ان المغرب تحت الضغط هي فكره واهيه وما كتطابقش بتاتا مع المكانه الاقتصاديه والاقليميه اللي وصل لها المغرب اليوم كقوه حقيقيه، طبعا بفضل الرؤيه والاستراتيجيه الملكيه الشريفه ديال الملك ديالنا الله ينصرو. ونزيدكم حاجه اخرى اخوان اللي كتقطع الشك باليقين، راه المغرب هاد النهضه الكرويه اللي حققها راه ماشي جات غير صدفه وجات بشكل عبثي وعشوائي. هاد التفوق الكروي ديال المغرب راه واحد الاراده ديال الدوله، اراده ديال رؤيه ملكيه ساميه. الملك محمد السادس الله ينصرو راه هو الريادي الاول في البلاد، هو اللي وضع الاسس ديال هاد النهضه الكرويه، هو اللي وضع الساريات بالدارجه كما كنقولوا، هو اللي وضع الساريات ديال هاد النهضه الكرويه اللي كاينه في المغرب واللي العالم كله داوي عليها. كنهضروا على الاكاديميات، كنهضروا على الملاعب، كنهضروا على الدعم الكبير ديال هاد الشباب، كنهضروا على دونك الاخوان المنتخب المغربي راه الشعب كامل ومؤسسات باغين الرايه تكون في القمه باستحقاق وعرق الكتاف. اللاعبين ديالنا الاخوان كيلعبوا في كبار الانديه الاوروبيه، عندهم شرف رياضي وسمعه دوليه ما كايناش عند شي دوله اخرى. عاوتاني نزيدكم حاجه اخرى، المغاربه راه اكثر شعب في العالم ما كيعرفوش التحراميات ديال الكره. الافارقه اللي حنا كنلعبوا معاهم شبعانين تحراميات. المغاربه معروفين لا الفراقي لا المنتخبات معروفين بانهم من اكثر الدول ولا اللعابه في العالم كامل اللي المنافسه الشريفه في التيران هي اللغه الوحيده اللي كيعرفوها. هاد الشائعات الاخوان اللي كتظهر قبل الماتشات الكبار راه الهدف ديالها الوحيد هو التشويش النفسي وعدم تقبل النجاح الكبير ديال الاسود الاطلس والمغرب بصفه عامه بقياده صاحب الجلاله الملك ديالنا الله ينصرو. الاخوان نهار الخميس الكلمه غادا تكون داخل المستطيل الاخضر، والاسود غيدخلوا غيتقاتلوا على القميص بنزاهه وبقتاليه كما ولفهم العالم ديما. وسوا ربحنا سوا انتصرنا، راه حنا اصلا دابا عندنا كلشي رباح، فهمتي؟ كنتمنوا نربحوا ولكن حنا اصلا راه وصلنا للقمه، فهمتي؟ راه حتى واحد ما كيقدر يتنافس معنا لا في افريقيا لا في العرب لا في اسيا. ومره اخرى واخيره غنعاود نقول بان هاد الاشاعات هادو الاخوان انا ما عنديش ادله، ولكن متاكد ان المصدر ديالهم هو الناس اللي ما متقبلينش ان المغرب ولا مصنف ضمن اكبر المنتخبات الخمسه ولا السته اللي في العالم كامل. فاش وصلنا في النصف النهائي ديال كاس العالم ديال قطر 2022 قالوا غا صدفه، وقالوا باللي حنا غنفوتوه هاد العام كلهم تقصاو كلهم طاروا بكري، والمغرب فعلا قدر انه يعاود نفس الانجاز بل بطريقه افضل مع هولندا ولا كندا. وهنا راه ما بقاش عندهم الاخوان منين يشدوا المغرب، كيشوفوا المغرب ناجح وما عندهمش كيفاش هما يبرروا الفشل ديالهم وكيفاش ينقصوا من المغرب. فالحل الوحيد اللي بقى عندهم هما يجيو في الماتش ديال المغرب ضد فرنسا، فرنسا اللي هي اكثر منتخب مرشح اصلا باش يربحنا، لان فرنسا منتخب هو اكبر منتخب مرشح باش يدي كاس العالم. يعني الا لعبات فرنسا مع انجلترا الناس غير يرشحوا فرنسا، الا لعبات فرنسا والبرازيل الناس غير يرشحوا فرنسا، الا لعبات فرنسا والارجنتين الناس غير يرشحوا فرنسا. راه فرنسا اصلا مرشحه باش دير الكاس، وبالتالي كيجيو الناس
الناس أعداء الوطن باش أنهم يشوشوا علينا باختصار. دونك حنا كمغاربة كلنا خاصنا نكونوا مجندين ورا البلاد ديالنا ورا المنتخب ديالنا، وما نخليوش هاد الشائعات هادو الإخوان تضيع وتنتشر، حيت يمكن أنا واعي شوية، يمكن نتوما اللي كتفرجوا فيا واعيين شوية، ولكن كاينين ناس آخرين ما واعيينش كيتيقوا داكشي اللي كيقراو في وسائل التواصل.